الوقت ده وقت المذاهب الإقليمية أقرب للمذهبية من العنصرية. السودان بلد إفريقي، بلد حقيقة عمله كبلد إفريقي أعظم من عمله كبلد عربي. نحن كبلد إفريقي مع إفريقيا يمكن أن نكون نقطة الوصل بين القارة المظلمة والعالم المشرق المتحضر، ونحن عندنا خصائص حقيقية يمكننا أن تخلينا نلعب دور كبير جدا في النقطة دي. قلنا أن السودان بلد عربي وهو جزء من الأمة العربية، سير خطأ، وده ما هسع بيقال مثلا في مصر وفي سوريا وفي العراق في النهضات الأخيرة القائمة على القومية العربية. نحن نعتقد أن القومية العربية دعوة خاطئة في وقت خاطئ. العنصرية انهزمت زمان، كان يمكن زمان أن تربط بها الناس، لكن وقت العالم هسع بقى على كتلتين التنازع بيناتهم مذهبي، ثم نحن أصحاب مذهبية أن نترك مذهبيتنا ونشتغل بعنصرية. في وقت العنصرية خلفناها، البشر خلفوها كلها، يبقى انصراف مضر بالعرب. السودان إذن بلد إفريقي يلعب دوره في التكتل الإفريقي بالصورة دي ويخدم غرضه.